السلام عليكم، يا هلا ويا مرحبا بمتابعين قناة جيجي جلوتين فري، الوصفات الخالية من الجلوتين، ورجعنا لكم بوصفة جديدة وحلوة مثلكم، يا رب تعجبكم. أولا حبايبي، يلا مثل كل مرة اللايك الحلو من إيدكم الحلوة، والاشتراك اللي ما مشترك حتى يدعمنا ويستفاد، وتشيرون الوصفة اللي تحبونه حبايب، وفعلوا الجرس حتى توصلكم الوصفات الجديدة وتستفادون منها. شوف ما شاء الله كلش راح تفيدكم هاي الوصفات، يعني خاصة اللي عنده طفل، خاصة اللي داخل توه بالحمية. أتمنى يعني بس إفادتكم يعني، ورحمة والدين ودعوة حلوة من عندكم. البنتي الله يشافيها ويشافيكم إن شاء الله. اليوم الوصفة هي الكب كيك. استعملت طحين الإيطالي الخاص بالكيك نوتري فري. تقدرون تستعملون الطحين اللي عندكم، شوفوا ما شاء الله تجنن الوصفة. أي طحين اللي عندكم، بس إذا خاص بالخبز خلوه وياه نشا. أنا مستعملة بهاي الوصفة كوبين ونص، يعني كوبين طحين ونص نشا إذا خاص بالخبز. أي طحين، إذا طحين تمن يكون ناعم جدا يكون أفضل، أو تحطونها من نفس الحالة كوبين ونص نشا. فتابعوا الوصفة ويانا وتقدرون تطبقونها مثل ما قلت لكم بأي طحين، والطحين هذا إذا تطبقون بيه تطلع مثالية. نبدي بسم الله. شوف ما شاء الله اسفنجية. استعملت بهاي الوصفة من هذا الطحين راح استعمل بسم الله الرحمن الرحيم بيضتين. وتعرفون انتو روتيني بالبيض، اللي متابعني اخلي عصرة ليمون، ملعقة كبيرة من فانيليا خالية من الجلوتين. هاي الشركة دائما استعملها ممتازة، اللي يسأل يقول لي يا شركة استعمل، أنا هذه الشركة استعملها. أجيبها هو والطحين بصرة جلوتين فري، صفحة بصرة جلوتين فري. خليت نص كوب من السكر، ولا راح أخلط تقريبا 5 دقائق، يعني مهم هذه إنه يذوب السكر. ممكن بالخلاط اليدوي، الرسك اليدوي يعني تخلطون كلش عادي، يعني مدة 5 دقائق أو شوي أكثر لحد ما يذوب السكر. خليت نص كوب من الزيت، نص كوب من الحليب، ونخلط خلطات خفيفة. هسه عندكم بيضتين بنص كوب من السكر، 5 دقائق خلط، نص كوب من الزيت ونص كوب من الحليب. نخلطهن. هالنوب نضيف كوبين ونص من الطحين. استعملت مثل ما شفتوا مالت الكيك. قلت لكم إذا مو مالت كيك مالت خبز، الطحين عندكم تستعملون كوبين طحين عادي، وتخلون نص ماء نشا ذرة. بس بعد عينكم ميزانكم، يعني اكو طحين تمتص السوائل اكثر وتكون اثخن، يعني على كيفكم، لا تخلون النص بعدين على كيف تضيفون نشا. يعني بالنسبة إذا خاص بالكيك ما استعملت نشا. هسه أنا راح أضيف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، أو ملعقة أكل ممسوحة، يعني كافية لهذه الوصفة. الخليط راح يكون ثقيل حبة عن يعني خليط الكيك اللي دائما نسوي، يعني عادي أفضل، حتى لا تفش بعدين من عندكم. هواي يقولون نسويها تعلى وبعدين تفش، بس انطوها شوية ثقل بالخالي من الجلوتين. خليتها بهذا الجكة وراح نصبها، تكون أفضل أسهل نصبها بهذه القوالب. استعملت هذه الأكواب الكرتونية، اللي ما يأمن بيها وما يريدها يقدر يستعمل يعني قوالب الكب كيك، الأوراق ورق الزبدة مسوينها مثل القوالب، براحتكم. قوالب سيليكونية، قوالب سيراميك، براحتكم. خليت شوي أكثر من النص بالنسبة للخليط، لا تخلون كلش هواي زايد لا يوقع. أنا عندكم واحدة زيدت فيها فطاب منها، وبعدين قصيتها. شوفوا ما شاء الله تجنن. هاي خليتهم بالفرن على 170 درجة مدة 18 ل 20 دقيقة. وهذه بالقلاية الهوائية خليتها، اللي شفتوها قبل شوية، خذت تقريبا من 14 ل 15 دقيقة على 160 درجة بالقلاية الهوائية. شوفوا ما شاء الله تجنن. جنب راحتكم شلون ما تسوونها. طبعا بالفرن تخلونها أول من أسفل، مو من يعني الجهتين، لا بس من أسفل مدة 18 دقيقة، وتقريبا دقيقتين من فوق. القلاية الهوائية مدة تقريبا 14 ل 15 دقيقة. أفحصها بالخشبة ونشوفها. وإن شاء الله الوصفة عجبتكم. شكرا لكم.